عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الصيدلاني التائه بين الحقوق والأدوية، يعلنها أمام الجميع: أنا كافر بحب الوطن ومعتنق الخيانة. عزيز غالي وإبراهيم غالي دمية الجزائر وجهان لعملة واحدة، عنوانها الغدر والكذب والخيانة والانفصال. خليكم معايا. إخواني أخواتي، حياكم الله أينما كنتم. مرحبا بكم من جديد مع الإعلامي والحقوقي أحمد فرماط بموقع كارمات بريس. خوتي المغاربة، بطبيعة الحال ضروري أنكم غادي تكونوا سمعتوا التصريحات الخطيرة ديال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السيد عزيز غالي، والموقف ديالو وموقف الجمعية التي يترأسها حول الصحراء المغربية، قائلا أنه مع تقرير المصير، ومؤكدا عبر كل المنابر الإعلامية أنه مع حل تفاوضي ليرضي جميع الأطراف ويجنب المنطقة من الحرب. هذا السقوط الخطير الغير المقبول اللي ما عنده حتى تأويل كيكشف لنا حقيقة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي، وجهه الحقيقي كخائن للوطن وأداة مأجورة بيد أعداء المغرب. التصريحات الأخيرة حول الصحراء المغربية اللي كيتجرأ فيها وكيدعم فيها الانفصاليين تحت ذريعة تقرير المصير، هذه طعنة للمغاربة. دائما كتجي الطعنة من القريب، دائما اللي طعنك من مور الظهر ديالك هو اللي قريب ليك، أما البعيد عنده حل. هنا هذه ما كنعتبروهاش فقط طعنة، بل انحياز للمشروع التخريبي اللي كتقودو الجزائر والبوليزاريو. اليوم الجمعية ظهرت على حقيقتها. فين كان عزيز غالي والجمعية والموقف ديالو من الجرائم التي ترتكب في مخيمات تندوف؟ أين كان صوت هذه الجمعية عندما يحتجز المغاربة وتمارس عليهم جميع أنواع العذاب؟ والآن الحمد لله اتضح لنا وتأكدنا أن هذه الجمعية ليست بجمعية حقوقية، بل إنها فقط ذراع سياسي يخدم أعداء المملكة المغربية. وهذه خيانة للوطن وخيانة للشعب المغربي تستوجب المحاسبة، ويجب محاسبة كل من يتجرأ بالمساس بسيادة المغرب والصحراء المغربية. الصحراء المغربية اللي استشهدوا من أجلها الآلاف والملايين ديال المغاربة. اليوم كيجينا رئيس جمعية يريد أن يلعب بمصير أمة. أولا يجب حل هذه الجمعية، لأنه كل من اختار خيانة الوطن فعليه تحمل المسؤولية وتحمل العواقب، وكل من يقف مع النظام الجزائري والبوليزاريو فهو عدو لنا. وش عباد الله، شعب بأكمله يقف صف واحد خلف جلالة الملك الله ينصره للدفاع عن وحدتنا الترابية. كيجيك رئيس جمعية عزيز غالي اللي ما بقاش عزيز وغالي باغي يلعب بمصير أمة. إذا تكلمنا على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور المغربي وتوجهات الدولة المغربية في مجال الديمقراطية والحرية العامة، هذا شيء. أما قضيتنا الوطنية اللي هي قضية شعب قبل أن تكون قضية نظام شيء آخر. إنها قضية الصحراء تعتبر قضية وجود بالنسبة للمغاربة، وقضية حدود بالنسبة للنظام الجزائري. هي قضية وطن، ليست قضية النظام المغربي وحده. اللي بغى يعيش معنا يا إما يكون مغربي ولا ما يكونش مغربي، يختار حاجة وحدة، ويكون دائما أمام العيون ديالو أربع أشياء اللي هي أولها سيدنا الله ينصرو والمغرب والمغاربة والعالم الوطني والصحراء المغربية، أحب من أحب وكره من كره.